السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدولة المغربية الملعونة تقدم أراضي القرويين على طبق من ذهب. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن الدولة المغربية تحارب أهل القرى بذريعة أراضي الجماعة السلالية، فبقيت الأراضي الشاسعة لا تستغل ولن تستغل في انتظار أن يأتي إليها الإسرائيليون. الدولة المغربية الملعونة، أكررها، الدولة المغربية الملعونة تنتظر قدوم الصهاينة لكي تمنح لهم هذه الأراضي وعلى طبق من ذهب. فسأوضح لكم كيف سيحصل الإسرائيليون على أراضي القرويين على طبق من ذهب. نأخذ مثلا أنا عندي 6 أبناء، عندي على ضفاف النهر 700 شجرة، إذن 700 شجرة منتوجها كاف أن يعيل أسرة، ولكن ها أنا مت. إن أبنائي كل واحد فيهم سيحصل على 100 شجرة. هل 100 شجرة كافية أن تعيل أسرة؟ غير كافية. إذن كل أبنائي سيبيعون، كل واحد سيبيع نصيبه ويهاجرون ويتركون القرية. لست أنا. إذن كل من هو في جيلي عندما يموتون ستوزع أرزاقهم على الورثة ولن تكتفي للورثة، وسيبيعونها وسيهاجرون، وتبقى الأرض خالية للإسرائيليين بسبب تفكير وتدبير الدولة المغربية الملعونة.